مرحبا بكم. تخيل تقدر تبيع منتجات رقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي. اليوم غادي نكتشفوا هذا العالم المثير ونتعلموا كيفاش تقدر تبدا رحلتك خطوة بخطوة نحو النجاح. الانترنت غيرت بزاف الطرق باش الناس كيربحوا الفلوس، ولات فرصة لأي واحد باش يدخل الفلوس من الدار. هاد الثورة الرقمية فتحت أبواب جديدة للجميع وخلات الربح من الانترنت حقيقة ممكنة لأي شخص عنده إرادة. المنتجات الرقمية خصوصا اللي مدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت طريقة مربحة وسهلة باش تبدأ مشروعك الخاص. هذه المنتجات كتقدم حلول مبتكرة وكتلبي احتياجات السوق المتغيرة بسرعة. الذكاء الاصطناعي ماشي غير للروبوتات، هو أداة قوية لإنشاء وبيع المنتجات الرقمية. كيمكنك تسر لها التكنولوجيا المتطورة باش تصايب منتجات فريدة ومطلوبة في السوق. المنتجات الرقمية هي سلع أو خدمات غير ملموسة كتسلم إلكترونيا، بحال الكتب الإلكترونية، الدورات التدريبية عبر الإنترنت، القوالب الجاهزة وحتى الموسيقى الرقمية. هي منتجات ما كتحتاج شحن أو تخزين مادي. المنتجات الرقمية بالذكاء الاصطناعي كتستغل هاد التكنولوجيا في الإنشاء ديالها وكتعطي قيمة فريدة وقابلة للتطوير. يعني الذكاء الاصطناعي كيعاونك تصايب منتجات بجودة عالية وبسرعة كبيرة، وكتكون عندها القدرة على التوسع بسهولة. علاش تبيع منتجات رقمية بالذكاء الاصطناعي؟ سوق الذكاء الاصطناعي غادي يوصل لآلاف المليارات، وهذا كيبين الطلب الكبير والمتزايد على هذا النوع من المنتجات والخدمات. هذا النمو الهائل كيعني فرص لا محدودة لك. المزايا كتيرة: تكلفة بدء منخفضة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية أو الرخيصة، ما كتحتاج رأس مال كبير باش تبدأ، وهذا كيسهل على أي واحد يدخل لهذا المجال. قابلية عالية للتوسع، كتصايب المنتج مرة واحدة وكتبيعه مرات عديدة بلا تكاليف إضافية. هاد الميزة كتخليك تحقق أرباح كبيرة مع مرور الوقت بدون مجهود إضافي لكل عملية بيع. وصول عالمي، تقدر تبيع للزبائن في أي بلاصة في العالم في لحظة. الانترنت كتمكنك توصل لجمهور واسع ومتنوع، وهذا كيزيد من فرص البيع ديالك بشكل كبير. التنوع، تقدر تستكشف مجالات مختلفة بحال التعليم، التصميم والترفيه. هاد التنوع كيعطيك مرونة كبيرة باش تختار المجال اللي كيعجبك واللي عندك فيه شغف. الخطوات الأساسية للمبتدئين، كتبدأ باختيار المجال المناسب. هاد الخطوة حاسمة لنجاح مشروعك، حيث اختيار المجال الصحيح كيوفر عليك بزاف ديال الوقت والمجهود. حدد مجال فيه طلب كبير على الحلول بحال التعليم، اللياقة البدنية أو التسويق. ركز على المجالات اللي الناس مستعدين يدفعوا فيها الفلوس باش يلقاو حلول لمشاكلهم. تأكد من صحة المجال ديالك بالبحث في السوق والكلمات المفتاحية على منصات بحال جوجل أو إيتسي. هذا البحث كيعطيك فكرة واضحة على المنافسة والطلب على المنتجات في ذاك المجال. استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتحديد أفكار منتجات مربحة في المجال اللي اختاريتيه. هاد الأدوات كيمكن لها تحلل البيانات وتقترح عليك أفكار مبتكرة ومطلوبة. ثانياً، اختيار أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة لنوع المنتج ديالك. كاين بزاف ديال الأدوات وكل وحدة عندها تخصص ديالها، خاصك تختار اللي كتناسب احتياجاتك. لإنشاء المحتوى كاين تشات جي بي تي وكلود اللي كيعاونوك في الكتابة وتوليد الأفكار. لتوليد الصور دالي وميد جورني كيمكن لهم يصايبوا صور احترافية بجودة عالية. لإنشاء الموسيقى كاين ساوندرو اللي كيمكن ليه يصايب مقطوعات موسيقية فريدة. هادو غير بعض الأمثلة، وكاين بزاف ديال الأدوات الأخرى اللي كيمكن لك تستكشفها. ثالثاً، إنشاء المنتج. ركز على حل مشكلة معينة عند الجمهور المستهدف. المنتج ديالك خاصو يقدم قيمة حقيقية ويجاوب على احتياجات واضحة عند الزبائن المحتملين. تأكد أن المنتج ديالك جذاب بصريا ومنظم بشكل جيد. التصميم الجيد والتنظيم الواضح كيزيدوا من قيمة المنتج وكيخليوه أكثر جاذبية للزبائن. اختبر المنتج ديالك على جمهور صغير قبل ما تطلقه بشكل واسع. هذه الخطوة كتخليك تجمع الملاحظات وتحسن من المنتج قبل ما يوصل لعدد كبير من الناس. رابعاً، اختيار المنصة المناسبة للبيع مثل إتسي، جامرود أو شوبيفاي. كل منصة عندها مميزاتها وعيوبها، خاصتك تختار اللي كتناسب نوع المنتج ديالك والجمهور المستهدف. إتسي مزيانة للمبتدئين حيث سهلة في الاستخدام وكتوفر لك جمهور كبير. شوبيفاي كتعطيك متجر خاص بك، وهذا كيعطيك تحكم كامل في العلامة التجارية ديالك والأرباح. خامساً، التسويق. استخدم تحسين محركات البحث لجذب الزوار العضويين. هذه التقنية كتخلي المنتج ديالك يظهر في النتائج الأولى لمحركات البحث، وهذا كيزيد من فرص البيع. استخدم التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي باش تكبر الجمهور ديالك،
منصات بحال انستغرام، فيسبوك وتيك توك كيمكن ليهم يوصلوا المنتج ديالك لعدد كبير من الناس. التسويق عبر البريد الإلكتروني كيعاونك باش تبني علاقة مع الزبائن المحتملين من خلال الرسائل الإخبارية. كيمكن لك تقدم عروض خاصة، معلومات قيمة، وتبقى على اتصال دائم مع جمهورك. أفكار المنتجات الرقمية بالذكاء الاصطناعي. مجموعات الأوامر للذكاء الاصطناعي. هذه المجموعات كتكون عبارة عن مجموعة من الأوامر المصممة خصيصا لتحسين نتائج أدوات الذكاء الاصطناعي. قوالب جاهزة للتصميم، السيرة الذاتية أو العروض التقديمية. هذه القوالب كتساعد الناس يوفروا الوقت والمجهود في إنشاء وثائق احترافية وجذابة. دورات تدريبية عبر الإنترنت أو عبر البريد الإلكتروني كتحول المهارات لدروس منظمة. كيمكن ليك تستغل خبرتك في مجال معين وتقدمها كدورة تدريبية للناس اللي باغين يتعلموا. فن ورسومات مولدة بالذكاء الاصطناعي تقدر تبيعها في الأسواق الإلكترونية. كاين طلب كبير على الفن الرقمي والرسومات الفريدة اللي كيمكن لك تصايبها بسهولة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. كتب إلكترونية بمساعدة AI كيعاونك في تنظيم وكتابة المحتوى. هاد الأداة الذكية كيمكن ليها تقترح لك أفكار، تنظم المعلومات، وحتى تكتب أجزاء من الكتاب، وهذا الشيء كيسهل عليك التأليف. مخططات ومنظمات قابلة للتخصيص مثل قوائم المهام وميزانيات. هاد المنتجات كتساعد الناس ينظموا حياتهم وأعمالهم، وكيمكن ليك تصايبها بأشكال وتصاميم مختلفة. موسيقى مولدة بالذكاء الاصطناعي خالية من حقوق الملكية لمشاريع مختلفة. كاين بزاف ديال الناس كيحتاجوا موسيقى لمشاريعهم، وكيمكن ليك توفر لهم موسيقى فريدة ومجانية من حقوق الملكية. رسائل إخبارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي كتقدم آخر المستجدات والنصائح. كيمكن لك تصايب رسائل إخبارية أسبوعية أو شهرية كتقدم معلومات قيمة لجمهورك وتستغل الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل المعلومات. فيديوهات بدون وجه، الانستغرام ريلز ويوتيوب. هاد النوع من الفيديوهات مطلوب بزاف من طرف صناع المحتوى، وكيمكن ليك تصايبها بسهولة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. استراتيجيات التسويق والمبيعات. ابحث في الأسواق بحال أتسي وغامرود على المنتجات الأكثر مبيعاً. هذا البحث كيعطيك فكرة على المنتجات اللي عليها طلب كبير وكيفاش تقدر تنافس فيها. ابحث عن الكلمات المفتاحية اللي عندها حجم بحث كبير ومنافسة قليلة. هذه الكلمات كتخلي المنتج ديالك يظهر في النتائج الأولى لمحركات البحث، وهذا كيزيد من فرص البيع. طور من ظهور المنتج ديالك في نتائج البحث باستخدام تحسين محركات البحث. هذه التقنية كتخلي المنتج ديالك يوصل لعدد أكبر من الناس اللي كيبحثوا عليه. استخدم وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق بالمحتوى لجذب الجمهور. من خلال إنشاء محتوى جذاب ومفيد كيمكن ليك تبني علاقة قوية مع جمهورك وتزيد من الوعي بالمنتج ديالك. بناء قائمة بريدية واستخدام الرسائل الإخبارية للترويج للمنتجات. هذه القائمة كتخليك توصل لجمهورك مباشرة وتقدم لهم عروض خاصة ومعلومات حصرية. تجاوز التحديات. ركز على جودة المنتجات ديالك واستخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد ماشي بديل. الجودة هي المفتاح للنجاح في أي سوق، والذكاء الاصطناعي كيمكن ليه يعاونك تحقق هذه الجودة. في السوق المشبع ركز على المنتجات اللي كتميز بالجودة العالية. المنتج ديالك خاصو يكون فريد ومميز باش يقدر ينافس في السوق فيه بزاف ديال المنتجات المشابهة. بالنسبة للدارجة المغربية استعمل أدوات الذكاء الاصطناعي للترجمة والبحث على الكلمات المفتاحية بالدارجة. هاد الأدوات غادي تعاونك توصل للجمهور المغربي بسهولة وتتواصل معهم بلغتهم الأم. تأكد أن المنتج والمحتوى ديالك يتناسب مع الثقافة والقيم المغربية. هاد الخطوة حاسمة لضمان قبول المنتج ديالك في السوق المغربي وبناء علاقة قوية مع الزبائن. في الأخير بدا صغير، اختبر منتج واحد وخذ الملاحظات باش تبني عليه. هاد النهج كيمكن ليك تبدا بمخاطر قليلة وتتعلم من التجربة قبل ما توسع المشروع ديالك. الذكاء الاصطناعي أداة قوية، استغلها في إنشاء وتسويق المنتجات ديالك. هاد التكنولوجيا كيمكن لها تحول الأفكار ديالك لمنتجات حقيقية وتوصلها لجمهور واسع. ابقى على اطلاع دائم بآخر التطورات في الذكاء الاصطناعي باش تحسن من العروض ديالك باستمرار. عالم الذكاء الاصطناعي كيتطور بسرعة وخصك تبقى مواكب لهاد التطورات باش تبقى في المقدمة. نتمنى يكون هاد الدليل عاونك باش تبدا رحلتك في بيع المنتجات الرقمية بالذكاء الاصطناعي. بالتوفيق في مشروعك الجديد، وكن متأكد أن الإمكانيات لا محدودة.